ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الرز المعمر بطريقه سهله جدا وبسيطه، وغير بقى التعقيدات بتاعتنا. لو انتي اول مره تعمليه هيطلع معاكي في منتهى الجمال لو جربتيه وعملتيه بالطريقه الحلوه دي. عايزه اقول لكم شكل وطعم وريحه كانت قلب الدنيا. طريقته سهله وبسيطه جدا ومفيش اسهل من الطريقه دي. طبعا كنت بعمله بطرق تانية، بس الطريقة دي بصراحة اكتر طريقة عجبتني وحبيتها جدا وسهلة جدا. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة هنسمي بسم الله. انا معايا نص كيلو من الرز مغسول طبعا كويس جدا، وكمان معايا نص لتر من الحليب او اللبن. تمام. انا طبعا غالية الحليب او اللبن كويس وحاطة فيه الملح بتاعي المناسب، وما زودش ملح عشان ما يحدقش مني. بعد كده بجيب شوية من الفلفل الأسمر وبرشهم كده على الرز. وبعد كده هنزل بقى باللبن المغلي زي ما انتوا شايفين. بصوا البخارة نازلة ازاي منه. حاجة كده سهلة جدا وهتقومي على طول وتطبقيها. بعد كده مقدار اللبن اللي انا حطيته هزوده مية، يعني كوبايتين من الرز عليهم كوبايتين من اللبن وعليهم كوبايتين من المية. بصوا مفيش اسهل من كده. حابة تضيفي لبن بس تمام، مفيش اي مشكلة. عايزة تضيفي بدل المية شوربة برضه مفيش مشكلة. كده خلاص بقى دخلته على الفرن وعلى درجة حرارة تكون سخنة. واول ما اللبن والرز يتشربوا ببتدي ان انا اهدي النار، واول ما ياخد اللون الجميل زي ما انتوا شايفينه بسيح بقى السمنة او الزبدة بتاعتي، وببتدي ان انا اشرب الرز كده بطلعه من الفرن، وابتدي ان انا اشربه بالسمنة بتاعتي بالشكل ده. بصوا حبايبي خطواته بسيطة جدا ومفيش اسهل من كده. بس والله عايزة اقول لكم مفيش اطعم كمان من كده. بصوا الحلاوة سهل جدا. ببتدي بقى ان انا اعمل له فتحات زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر السمنة توصل لكل مكان في قلب الرز، ما تكونش موجودة في جزئية وجزئية لا. اهو بصوا دي فتحات كده انا عاملاها بالمعلقة، وبرضو عشان خاطر السمنة تأكد ان وصلت للرز كله. عايزه اقول لكم ده بقى كده دخلت الفرن تاني وهديت عليه النار، واول بقى ما استوى وخد ود مع نفسه طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا كنت واخده منه من الجنب عشان خاطر اشوف ان هو استوى ولا لا. والفتحات دي اللي انا كنت عاملاها عشان السمن. كده بقى ده كان شكل الفيديو بتاعنا لو عجبكم. ده يا حبايبي بقى كان شكل الطاجن بقى بعد ما خرج من الفرن زي ما قلت لكم. حاجة كده اللهم بارك، وحاجة في منتهى الجمال. طريقته سهلة جدا وبسيطة، تقدري تقومي وتعمليها على طول. وطبعا كل سنة وانتوا طيبين، رمضان بيحب الاكلات دي. لو عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما تنسوناش في اللايك الحلو واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتي ووصفاتي. واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم.